السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديالي وصفات حياه شانيل. كنتمنى لكم عواش مباركه. واليوم ان شاء الله وصفه الشباكيه اللي كلشي كيبغيها، غادي نقدمها لكم على طريقتي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايك والدعم ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير هنايا غادي نحتاج بها واحد الكاس نتاع الماء اللي كيكون ما يكونش بارد بزاف وما يكونش سخون. عندي هنايا واحد نصف كاس من الماء زهر. هاد المزهر اللي ضروري كتسخنوه مزيان وكتضيفوا ليه واحد شويه نتاع زعفران الحر باش يطلق اللون. بالنسبه اللي ما عندوش زعفران حر يقدر يعوضها بضامه تاع زعفران حر او ملون غذائي. هنايا عندي تقريبا واحد ربع كاس من زيت الزيتون. اللي بغى يخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده. عندي هنايا واحد ملعقه صغيره غادي ناخذها من الخل الابيض او هذا النوع نتاع الخل. عندي هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار نتاع الزبده نباتيه او حيوانيه اللي بغيتو ديروها او كتمزجوا بيناتهم. غادي نحتاجو ايضا واحد الكاس نتاع الجنجلان اللي كيكون شويه محمر وكنطحنوه مزيان حتى يتعلك لينا مزيان. بالنسبه لهذا الجنجلان يعني ما تحمروش بزاف، فقط يعني كتصهدوه كيسخن شويه وكيبان فيه شويه اللون، كنطحنوه مزيان. غادي نحتاجو ايضا واحد نص كاس نتاع اللوز. بالنسبه للوز هنايا غسلته مزيان وسلقته وقليته. بالنسبه اللي ما كيبغيش يقليه يعني كتسلقوه تقشروه وتدهنوه بشويه نتاع الزيت وكديروه في الفران كيتحمر شويه، ومن بعد كطحنوه باش يبقى يعني ما كيتشربش لكم بزاف الزيت. ملعقه كبيره نافع اللي كتكون مطحونه. هنايا ما صهدتوش فقط طحنته. المعلقه كتكون ما تكونش عامره بزاف. عندي ملعقه كبيره نتاع القرفه، يعني ملعقه كبيره اللي كتكون ممسوحه يعني ما كتكونش عامره. عندي هنايا قبصه ملح. وهنا عندي واحد نص ملعقه صغيره من بيكربونات الصودا. وهنايا عندي ملعقه صغيره من بيكربونات الصودا اللي تقدروا ايضا تعوضوها بالخميره الكيميائيه. وهنا كيبقى لينا الدقيق الابيض اللي غادي نعجنوا به يعني الشباكيه ديالنا. بالنسبه للدقيق غادي يبقى على حسب الخليط ديالنا شحال غادي يهز لينا، كتبقى على حسب الجوده نتاع الدقيق. كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش بزاف. اول حاجه غادي نجيب واحد الخلاط كهربائي كنوضع فيه داك الكاس نتاع الماء. كنوضع ايضا داك الكاس نتاع ما زهر اللي كنصفيه من داك الزعفران الحر. كنضيف زيت الزيتون. ودابا غادي نضيف ديك الزبده اللي ذوبتها بحال هكا. يعني من الافضل كتذوبوها فقط، يعني كتذوب كتوضعوها في الخليط ديالكم، ما تخليوهاش حتى تحمر. بالنسبه للخل هنايا كنديروا واحد الملعقه صغيره، يعني ما كتكثروش، فقط باش الشباكيه ديالكم كتجي هشيشه. كنضيف ايضا داك الزنجلان، اللوز، كنضيف النافع، عندي القرفه، عندي بيكربونات الصودا اللي تقدروا ايضا تعوضوها بالخميره الكيميائيه، وانا كنفضل بيكربونات الصودا. وعندي قبصه ملح. وهذا الشيء كامل غادي نطحنوه ونرجع معكم. هنا بعد ما طحنت واحد الطحنه تقريبا واحد دقيقه، غادي نضيف واحد الملعقه كبيره من الدقيق الابيض ونعاود نطحن.
من بعد ما طحنت المكونات كامله غادي نديرها في واحد القصعه، نفرغ داك الخليط في واحد القصعه كيما هذه، وغادي نجيب الدقيق الابيض اللي غادي نضيفه شويه بشويه، وضروري كيكون هذا الدقيق كيكون مغربل. هنايا وضعت تقريبا واحد 300 غرام، ومن بعد ضفت واحد 150 غرام اخرى، يعني تقريبا 450 حتى ل 500 غرام. وكما قلت لكم يعني كتبقى على حسب الجوده نتاع الدقيق الابيض. كما كتشوفوا هاد الطريقه يعني كتجمعوا بها شويه بشويه حتى يتجمع لينا العجين. وكما كيبان لكم هنايا ضروري العجين الا كانت لينه او رطبه ضروري كتضيفوا شويه الدقيق باش العجينه ديالكم يعني كتحصلوا عليها كتكون قاصحه، باش الشباكيه ديالكم ما تعذبكمش في التشباك ديالها. بالنسبه للعجينه هنايا كتكون عاد شويه رطبه، يعني نضيفوا لها واحد شويه نتاع الدقيق باش نخليو العجينه ديالها نتاع الشباكيه كما كتعرفوا خص ضروري كتكون شويه قاصحه، غير واحد شويه، ونحاولوا ندخلوا فيها الدقيق. وهذه هي العجينه ديالنا بعد ما جمعتها وعطيتها واحد ليكه خفيفه. هنايا غادي نقطعها الى قطع صغيره، ومن بعد غادي نشد كل قطعه كنحاول نسرحها، ومن بعد كنطويها على 2 أو على 4 باش الشباكيه ديالكم كتجي مبعجه وايضا كتجي مورقه وفتيه. بالنسبه للناس اللي كتجيهم العجينه يعني رطبه بزاف كتعذبهم في التشباك، يعني ضروري كتوضعوها في بلاستيك غذائي ايضا، وكتوضعوها في الثلاجه كتخليوها تبرد مزيان، كتجبدوها وكتحاولوا يعني تشبكوها كما بغيتوا او على الطريقه ديالكم. هنايا انايا جمعتها في واحد بلاستيك غذائي، ومن بعد ما ارتاحت ضروري يعني كتخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. يعني ملي كتجمعوا العجين كامل هاد القطع كامله كتورقوها وكتوضعوها في بلاستيك غذائي، من بعد غادي تجبدوا بالوحده وتحاولوا كتشبكوا بالطريقه اللي بغيتوا. هنايا بديت بالقطعه الاولى، وكديروا حداكم الدقيق الابيض وكترشوه شويه بشويه على العجين باش ما يتلصقش لكم على سطح العمل. كنسرحها بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نجيب القطعه ديالي وكنحاول نقطعها بهذا الشكل، فقط انكم تحاولوا تقطعوها بشكل متساوي. وبالنسبه لدوك الزوائد اللي كيشيطوا لكم يعني كتوضعوهم جانبا، وتحاولوا ديروا 4 تاع خطوط في الشباكيه ديالكم، والخامسه كتقطعوا فيها بالقطعه. ودوك الزوائد كنجمعوهم كنوضعهم في بلاستيك غذائي. كناخذوا القطعه الاولى، هنايا كناخذوا الشريط الاول والثالث والخامس، ونحاولوا نشدوا دوك الجوانب ونحاولوا نقلبوا مره واحده على سطح العمل. كنحاولوا نوسعوا فقط دوك الشرائط ونشدوا الجوانب مزيان باش ما تحلش لينا الشباكيه. المره الثانيه كناخذوا القطعه الثانيه، نشدوا الشريط الاول والثالث والخامس، نشدوا الجوانب ديالو وكنقلبوا مره واحده. كنوسعوا شويه دوك الشرائط ونشدوا مع الجوانب،
وبهذا الشكل كنحصلوا على واحد الوريضه نتاع الشباكيه ديالنا. غادي نستمر على هذه العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. من بعد ما كنكمل التشكيل نتاع الشباكيه ديالي، هنايا كنستفهم في واحد الصينيه تقريبا 2 صواني، كنخليهم جانبا وغادي نجيب واحد الثوب خفيف كنغطيهم بها، كنخليها تبات ليله كامله باش تجي زوينه وبنينه وفتيه. حتى الغد ليه الصباح عاد كتقليوها. هنايا كنجيب واحد المقلاة كنوضع فيها واحد الكميه تاع الزيت عاديه، كتسخن مزيان، عاد نوضع فيها الشباكيه كتحمر. من كتحمر شويه في الزيت كنوضعوها يعني كتشرب في العسل. بالنسبه اللي كيبغيو يستعملوا العسل الحر كيكون افضل. كنستمر في القلي تاع الشباكيه، كنكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذه هي الشباكيه ديالنا بعد ما قليتها وضعتها في العسل. ومن بعد كندير لها التقطر في واحد الشبيكه، كنزينها بشويه نتاع الزنجلان. بالنسبه اللي كيبغي يدير العسل الحر ايضا مزيانه، كتبقى احسن من العسل نتاع السكر. هنايا بالنسبه للشباكيه كتجي حمراء، وايضا كتجي شاربه العسل ومبعجه خاويه من الداخل. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، يعني كتوضعوها في واحد البواطه وكتغطيو عليها بواحد البلاستيك غذائي، كتغلقوا عليها وكتوضعوها في الكونجيلاتور، هكا كتحافظ على الطراوه ديالها وعلى ديك العسل. نتمنى الوصفه نتاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعموني بلايك، وايضا تخليو لي تعليقاتكم اللي كتحفزني باش نعطيكم المزيد. وكنقول لكم عواشر مباركه، تدخل عليكم بالصحه ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات حياه شانيل.